السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحلى حاجة بقى لما تيجي تنضفي التلاجة تلاقي كده كنوز كنوز، والله طلعت من التلاجة متفهميش ازاي. لقيت كده شوية جزر كتار قوي، يعني بتاع حوالي 2 كيلو ونص ولا حاجة في قلب التلاجة في الدرج. ولقيت بقى الفلفل ده كنت جايباه من حوالي اسبوعين، والله يعني معرفش ازاي، يعني سبحان الله الخضار ده كله كان من اسبوعين جايباه. تمام. لقيت بقى شويه فلفل احمر اللي هو الهالوبينو دوت، وفلفل اخضر برضو، وشويه فول حراتي معرفش ايه اللي خلاني اغسلهم واحطهم برضو على الفوطه. مسكت الخضار ده كله الاول حاجه غسلته، رحت نشراه على الفوطه قدامكم زي ما انتم شايفين كده. نضفت الفلفل. وتعالوا النهارده بقى عايز اقول لكم اليوم معايا شاق شاق جدا. هعمل كل الحاجات دي وهعمل الاكل وهاخد بعضي واروح مع عندي مهرجان في بعيد قوي في طريق الواحات. فالنهارده يوم صعب قوي قوي قوي. هنا بقى حطيت على الفلفل، حطيته في الكبه وحطيت عليه شويه ملح وضربته ضربا مبرحا. حلوه ضربا مبرحا دي؟ طب لايك بقى عشان ضربا مبرحا، عشان انا ما بصي كده. يلا اعملي لايك. حطيت بقى كده في قلب البرطمان شويه زيت في قعر البرطمان زي ما انتم شايفين. بعد ما ضربت الفلفل بتاعي بالملح حطيته في برطمان كده مغسول ونضيفه زي الفل، وعلى وشه شويه زيت، وهغطي وفي قلب رف التلاجة وحطيه. عايزه تحطيه في الفريزر حطي براحتك، انا ده هحطه في رف التلاجة استخدم منه الايام الجايه. طيب شفت بقى الاختراع ده كان عامله شيف كده قمر، مش مصري طبعا اجنبي. حط بقى الشوكة كده في قاع الجزراية. حتى البصل عمله بنفس الطريقة، عجبتني قوي والله. بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لك تلاقي نفسك في لحظة في لحظة كده تقولي ما هي ايدك مالها. اقول لك يا ستي اهو دلعي نفسك وانت واقفة في المطبخ، حسسي نفسك ان انت براك كده في نفسك. ايوه في ايه يعني؟ بس والله فكرة حلوة قوي قوي على فكرة، وسريعة سريعة سريعة. عجبتني انها سريعة، جربتها كمان في البصل وفي كل الخضار. بس يعني عجبتني والله، عجبتني الفكرة دي. اي هي ده ضغط بقى، ده بقى اسمه اختراع يا كوتش والله. والله بصي، وعايزة بقى تعملي تجرنشي الطبق بتاعك، مثلا طبق اكل ولا حاجة، تروحي مقطعة الجزر. بصي زي ما انت شايفة شرايح طويلة كده شكلها حلو قوي. تمام. نبقى نزوق مع بعضينا مرة نجرنش كده طبق حلو. تعالي بقى معلقة سمنة صغننة قوي 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 يعني، وننزل كده بقطع لحمه. وقلت بقى اعمل ايه؟ اعمل غدا للعيال قبل ما اروح المهرجان. ايوه لازم اعمل اكل في البيت قبل ما امشي. طيب نزلت باللحمه كده تتحمر تحميره حلوه. خلاص هسيبها بقى كده تتحمر. انا مش هسيبها تكب ميتها، لا انا هسيبها تتحمر. طالما رميتيها على سمنه سخن فهي هتتحمر، مش هتكب ميه ولا تشرب ميه. طيب تعالوا بقى نجيب البصل بتاعنا ونقطعه زي ما انتم شايفين كده، ونشوف هنعمل اكل ايه النهارده. هنا بقى كنت بجرب لكم كمان البصل. بصوا عايزه اقول لكم ده بقى تنفع لو انت عايزه ايه تقطعي بصل للكشري، تقطعي بصل بسم الله الرحمن الرحيم، عامله كشك، عامله اسمها ايه التانية دي، بصاره، عامله كشري زي ما قلت لك، سلطه. انما انا كنت عايزاه هنا النهارده البصل يعني متقطع حلقات كبيره، عشان ان العيال كده وهم بياكلوا الاكله اللي هنعملها دي يلاقوا فيها كده كده حاجه تتغمس كده. الحاجات دي بتمخمخ الدماغ والله العظيم. طيب حطيت بقى كده بعد اللحمه بتاعتي ما اتحمرت، نزلت بالبصل اللي انا مقطعاه وعليه شويه توم زي ما انت شايفه كده، ورق لوري وحبهان وفلفل اسود يا ست البنات. وحطي لايك وشايفك حطيت فصين حبهان، اسكت احط بقى ايه معلقه صغيره من القرفه. يا وعدي على الكلام يا ولا. وقلبت الكلام ده كله شوحته مع بعض، ونزلت بطماطميه متقطعه مكعبات صغيره او مبشوره. وهنزل بعد كده بمعلقه واحده من معجون الطماطم. ما عندكيش حطي طماطميه تانية. ماشي. قلبت بقى كل الكلام ده كده. عايزه ازوده كتملي اقول البقوليات والبروتين، اي حاجه فيها بروتين وفيها بقوليات ده او ده ما بيتزودوش ميه ساقعه، بيتزودوا ميه بتغلي. معايا زيت بيقدح على النار، كنت بحمر في حاجه وطلعتها. نزلت بقى بمكعبات بطاطس. لقيت كده بطاطستين زعلانين كده وقاعدين في التلاجة برضو من ضمن الخضار اللي لقيته والله. ولقيت القسايه بس بقى ما قشرتهاش معاكم. تمام. قطعت بقى البطاطس دي مكعبات وبحمرها في الزيت زي ما انتم شايفين. هنرجع لها. رجعت تاني
رايحه جايه يا ليلى، رايحه جايه، ما تهدي. طب حطوا لي لايك وانا مش هروح واجي كتير. مسكت بالجزر ده، هتعملي بيه الجزر ده كله يا ليلى؟ اقول لكم بقى، انا بحب في الشوربه، انتوا عارفين ان انا احط جزرايه و دايما في الشوربه احب احط شويه جزر كده مقطعين، جزرايه ولا حاجه. طيب والعدس، احنا في الشتاء فاحنا محتاجين ايه؟ جزر كتير. ايه للي اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ للعدس. طيب انا هنا كنت عايزه اقول لكم، لو عايزه تقطعي الكيس على مرحلتين او تخلي الكيس الكبير ده كيسين، بتسخني كده اي حاجه، اي حاجه عندك، سكينه او معلقه، بتسخنيهم وتروحي فاصله الكيس بالنص زي ما انت شايفه. يعني بقول لك حاجه مش عارفه ايه دخلها بالموضوع، بس زي الفل. طب ندخل بقى على الرز، وده كان اخر حاجه بعملها بس، ولا لسه هعمل حاجه تانية؟ والله ما فاكره اي حاجه. كل اللي انا فاكراه ان انا النهارده تاني يوم الكلام ده كله، يعني بعد الكلام ده كله بيوم يعني. تمام. بحمر هنا بقيه البطاطس، واللحمه بتاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها، وادي الرز كمان بعمله. اللحمه اهي، وادي الرز. تعالوا نشوفوا بقى كده بعد ما استوى. الله، الرز استوى. خد لك معلقتين على الهوا. يا سلام، البت ليلى دي لازم تقول دورر، معرفش، حق اعمل اغنيه كده والفها. طيب هنزل بالبطاطس الحلوه دي، وعايزه اقول لكم انا فرحت قوي في المهرجان امبارح، انا قابلت ناس كتير بحبها، وكان يوم حلو قوي 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 قوي. هبقى انزل لكم منه مقاطع كده صغيره. تمام. نزلت بقى بالبطاطس اللي حمرتها، كان حق الموضوع ده يتحط في طاجن، بس انا ما كنتش فاضيه، كنت عايزه اخلع بسرعه لان الساعه بقت خلاص 3:30 وانا لسه ما اتحركتش، فكان يا دوبك ادخل البس، وادي كده شكل الحاجه بعد ما اخزنها. وسلام عليكم.